ما لا تعرفه عن أفغانستان، موطن الحشيش والموارد الطبيعية وطالبان. للأسف لا نسمع عن أفغانستان إلا في نشرات الأخبار، وهذا ليس إلا بسبب واقع اجتماعي متردد وصراعات قبلية ودينية ينعكس بالضرورة على السياسة وعلى جميع مناحي الحياة. إليكم بعض الحقائق عن أفغانستان. الجغرافيا. تتميز أفغانستان أو ما يعرف بجمهورية أفغانستان الإسلامية بموقع جيوستراتيجي مهم، إذ تحدها كل من طاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان من الشمال، وإيران من الغرب، والصين من الشرق، فيما تحدها باكستان من الجنوب. أفغانستان دولة غير ساحلية وتتشارك حدودها البرية مع 6 دول. معنى كلمة أفغانستان أرض الأفغان، وتعتبر إحدى نقاط الاتصال القديمة لطريق الحرير والهجرات البشرية السابقة. عاشت أفغانستان سبعينيات القرن الماضي تجربة مريرة بسبب الحرب الأهلية الأفغانية تخللها احتلال أجنبي عام 1979 تمثل في الغزو السوفيتي، تلاه الغزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001. يتحدث الأفغان عدة لغات، وهي البشتونية 60%، وتعتبر اللغة الرسمية الأولى ومفهومة من قبل أغلب السكان، والبيتشو وهي اللغة الأفغانية، وتأتي اللغة الدارية في المرتبة الثانية لغة رسمية يتحدث بها نحو 35% من السكان، بالإضافة إلى اللغة العربية والأوزبكية في بعض مدن الشمال واللغة البلوشية. العادات الاجتماعية والزواج في أفغانستان. حوالي 15% من الأفغان يعقد قرانهم عند سن 15، وهذا وفقا لمنظمة اليونيسيف. العائلة شيء مهم جدا عند الشعب الأفغاني، فمن التقاليد المتبعة أنه بعد الزواج يجب على الابن وزوجته البقاء والعيش في منزل العائلة بغرف منفصلة. الزيجات المرتبة أو ما يعرف بزواج الصالونات شائع جدا في أفغانستان، وتؤخذ بعين الاعتبار عوامل عدة مثل الثراء والمكانة والقبلية. بيزكيتشي إنها لعبة شعبية في أفغانستان، ويلعبها فريقان من الفرسان، كل منهما على ظهر حصانه، ويحاول كلا الفريقان التقاط ماعز، وهي لعبة تتسم بالعنف. ظهرت هذه اللعبة منذ قرون في آسيا الوسطى. الأطباق الأفغانية الأشهر هي المنتي، وهو عبارة عن زلابية على البخار، أو البالاو، وهو عبارة عن أرز مطبوخ في حساء الخضروات. قليلة جدا من الأفغان من يستخدمون الكهرباء التي هي مورد رئيسي. ظروف المعيشة في أفغانستان من الأبشع على الإطلاق في العالم، وتعتمد بنسبة ضخمة على المعونات الأجنبية. فقط 10.6% من الشعب يمتلك وصلة للإنترنت، وهي نسبة ضئيلة جدا. الديانات. الإسلام هو الدين الرسمي لأفغانستان، حيث يعيش 99.7% من السكان به، وتتوزع نسبتهم حوالي ما بين 80 إلى 89% يتبعون المذهب السني، بينما يتبع ما بين 10 إلى 19% من السكان المذهب الشيعي الاثني عشري والإسماعيلي. ويوجد في أفغانستان نزعة صوفية يميل إليها أتباع المذاهب المختلفة. قبل انتشار الإسلام في أفغانستان هيمنت الديانتان البوذية والزرادشتية. يوجد في أفغانستان شخص يهودي واحد فقط، وهو زابلون سيمينيتوف، وهو صاحب مطعم وتاجر سجاد. مع أن الأجانب الذين لا يعتنقون الإسلام غير مضطرين لصوم شهر رمضان، فإنهم يمنعون تماما من الأكل والشرب والتدخين، وحتى مضغ العلكة في الأماكن العامة والطرقات. خلال شهر رمضان تقلل عدد ساعات العمل في أفغانستان إلى 6 ساعات. أكبر تمثالين لبوذا في العالم كان في أفغانستان لأكثر من 1700 سنة، وهما تمثالان أثران ضخمان، ولكن أجهزت عليهما حركة طالبان بتفجيرهما باستخدام الديناميت. الموارد الطبيعية والاقتصاد. أقل من 12% من الأراضي الأفغانية صالحة للزراعة. قيمة الموارد الطبيعية من نفط وثروات من جمية بتريليون دولار، ورغم ذلك فإنها تعد واحدة من أفقر دول العالم. تحسن الاقتصاد الأفغاني نسبيا بسبب ضخ مليارات الدولارات في شكل مساعدات واستثمارات دولية، وكذلك التحويلات من المغتربين الأفغانيين. المنتجات الزراعية في أفغانستان هي القمح والفاكهة والمكسرات ونبات الخشخاش، الذي يستخدم منه مادة الأفيون المسببة للإدمان التي تستخدم لصناعة الهيروين، وتعد أفغانستان المصدر الأول للأفيون في العالم. تقدر قيمة صادرات منتجات الأفيون من البلاد نحو 1.9 مليارات دولار، مع عدم الأخذ في الحسبان قيمة المواد الكيميائية الداخلة في صناعة الممنوعات. حقائق سوداء. تحت حكم طالبان تم منع النساء والبنات من التعليم. على الأقل 9 ملايين أفغاني لا يستطيعون القراءة أو الكتابة، مما يجعلها واحدة من أكثر الدول أمية على مستوى العالم. وفقا لمنظمة اليونيسيف فإن عمالة الأطفال تصل إلى 25%، ويرجع ذلك لمعدلات الفقر العالية.
إلى هنا نكون قد قدمنا لكم بعض المعلومات التي ربما لم تسمعوا عنها من قبل عن دولة أفغانستان. هل تعرفون معلومات أخرى لم نذكرها في ذلك المقطع؟ أخبرونا بها في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد ممتع ومفيد.